انما احنا النهارده قدام تحدي تاريخي، قدام مؤامره في الداخل ومؤامره مع الخارج. صحيح. قدام خيانه هنا بتتم على ارض البلد. مش معقول بعد ما عدينا ووصلنا تطلع بعض الاصوات النكراء تقول لك هنروح نقتحم وزاره الداخليه، هنروح مش عارف ناخد طار الشهداء. ايه يا عم في ايه؟ هي دي بلد ولا فوضى؟ هي دي مؤسسات دوله ولا غابه مستباحه لاي حد يجي له بمزاجه يروح يهاجم الداخليه؟ لا يا حبيبي، وزاره الداخليه والشرطه المصريه والجيش المصري اي حد هيقرب هيتضرب بالنار. يبقى الكلام وخدناه القانون. اي حد ولو ما اتضربش بالنار يبقى الناس دي هتسيب البلد تقع. عاوزين حسم، عايزين جديه، عايزين قوه. سيبكم من الاصوات النكراء دي، ناس لا عايزه دوله يا عمي ولا عايزه دي عيال فوضويين، دي عيال شبيحه. المرتبطين بالخارج والمتآمرين على الداخل دول ما يلزموناش. حضرتك بتتكلم على الدعوات للتظاهر يوم 19 اي 11. دعوه تطلع هدفها ضرب وزاره الداخليه او الاعتداء على الشرطه او الجيش، دي بيعملها خونه ومتآمرين. مفيش وصف اكتر من كده ينفع. دول خونه ومتآمرين لانهم يريدون هدم جهاز الشرطه واعاده عجله الساعه، عقارب الساعه الى الوراء، وده مش هيتم. الناس دي ناسيه ان في دوله مصريه عمرها 7000 سنه. امريكا دي بتاعتهم متاسسه سنه 1776. صح. صحيح. احنا 7000 سنه دوله مؤسسات تمشي من غير رئيس، تمشي من غير وزير. في سيستم موجود في البلد بيعرف يمشي كويس قوي، وفي شعب عنده موروث ثقافي وفاهم هو ايه وفاهم موقعه ايه، وياما قهر على مدى سنوات طوال. الطريقه دي لو مشيت والصمت لو كان هو السمه اللي هتبقى موجوده، يبقى البلد هتضيع. والبلد دي فيها رجاله. صحيح. البلد دي فيها رجاله، ولازم الرساله دي توصل المره دي. وانا بطالب كل مسؤول على ارض هذه البلد، اي حد يعتدي على منشاه يتضرب بالنار. اي حد يتطاول على رجل شرطه او رجل جيش على فكره ده مش بدعه، عايز تقتله انت اللي تتقتل. ده مش بدعه يا استاذ مصطفى. كل الدول اللي تتشبث بالديمقراطيه لو حد اعتدى على منشاه عسكريه بيتضرب بالنار. بعض الاصوات النكراء اللي أيوة. بنسمعها في الاعلام واللي بتطلع تفتي اليومين دول، واللي يقول لك لا الشرطه ما تقربش مش عارف من الجامعه، واللي يقول الله اذا كان الجامعه بتتهد من جوه. صحيح. النهارده جامعه اذا كان البلد بتولع من جوه تقول لي الشرطه ما تدخلش؟ هو انت يا استاذ هتعرف تلمها؟ ما ينفعش. مش دول بتوع الطابور الخامس يا استاذ مصطفى؟ خامس وسادس وسابع دول اي حد، والله اي حد يقف في الخندق المعادي للدوله الوطنيه المصريه هو خاين. خاين. انا ماليش دعوه بالتفاصيل، ما تقوليش ده بيقول ايه شعارات ايه. انا الشعار الوحيد عندي هو شعار الوطنيه المصريه. باقي ما باقي ده هيافه وكلام فاضي وكله بيتقلب. اللي بيعمل النهارده ثوري بكره بنكتشف انه راح اتدرب في صربيا. صحيح. بعد بنكتشف انه شغالين الامريكان، بعد بنكتشف انه من معهد كارنجي، بعد بنكتشف انه خد الجنسيه الالمانيه وبيلعب علينا. لا، البلد دي ليها رجالها وليها ابنائها الحقيقيين، ودي بلدنا واحنا مش هنسيبها. هنتنفسها، هنغوص براسنا في ترابها، بس هندافع عنها ضد الخونه وهنكشفهم مهما كان الثمن.